بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أهلا بكم يا أحلى جمهور في العالم. النهاردة معنا حلقة جديدة من نشرة أخبار ريال مدريد. زي ما وعدناكم دايما كل يوم هنكون معاكم علشان نغطي كل صغيرة وكبيرة في النادي الملكي. قبل ما نبدأ عايز أطلب منكم حاجة بسيطة جدا. لو عجبكم المحتوى بتاعنا ادعمونا، لايك للفيديو، اشتركوا في القناة علشان توصلكم النشرة يوميا، وفعلوا جرس الاشعارات علشان ما تفوتوش اي حلقة جديدة. دعمكم لينا هو اللي بيخلينا نكمل ونقدم ليكم الافضل دايما. النهاردة عندنا اخبار نارية جدا من الفالدي باس. ريال مدريد بيحقق فوز كبير على ليجانيس 4-1 في مباراة ودية. مستقبل ماستانتونو. مورينيو غير مقتنع براؤول اسينسيو. الريال يحسم موقفه من بيع فينيسيوس، ومورينيو متمسك بجونزالو جارسيا. ورودري الى ريال مدريد بنسبة 99%. يلا بينا نبدأ التفاصيل. الخبر الاول، رد فعل الصحافة الاسبانية بعد فوز ريال مدريد على ليجانيس. النهاردة نبدأ بخبر سعيد. ريال مدريد كسب ليجانيس 4-1 في تاني مباريات الودية. المباراة الودية التانية تحت قيادة جوزيه مورينيو شهدت تفوق كبير جدا من جانب النادي الملكي، وأشادت الصحافة الإسبانية بالأداء الهجومي للفريق. اللي حصل في المباراة النتيجة 4-1. الهدف الأول سجله فالفيردي، الهدف الثاني سجله ماستانتونو، وكمان المهاجم جونزالو جارسيا سجل هدف وهدف عكسي. كثافة هجومية وغزارة أهداف. صحيفة ماركا كان عنوانها ريال مدريد الجديد بقيادة مورينيو يسجل الأهداف بالفعل. أما صحيفة اس المدريدية كتبت ريال مدريد قدم أداء هجومي في مباراته الثانية. ماذا يعني هذا الفوز لمدريد؟ بالنسبة لفالفيردي يسعى لمحو الصورة السيئة اللي ظهر عليها الموسم الماضي سواء بأدائه أو مشاكله في غرفة الملابس، كما أنه لم يظهر بشكل جيد مع منتخب الأوروغواي في كأس العالم. أما بالنسبة لماستانتونو سجل هدف في مباراة كان من المتوقع أن يخرج فيها على سبيل الإعارة. هذا هو الهدف الذي من الممكن أن يغير مستقبل ماستانتونو. مباريات ريال مدريد اللي جاية: هيلعب أمام فيورنتينا يوم 1 أغسطس، وهيلعب أمام فرانكو فورسي المجري يوم 8 أغسطس، ويوم 12 أغسطس مع دوبورتيفو لاكورونيا. الخبر الثاني، وجهة ماستانتونو القادمة حال قرر ريال مدريد إعارته. ماستانتونو النهاردة سجل هدف، لكن مستقبله مع مدريد لسه مش مضمون. صحيفة أتلتيك كشفت ان عدة اندية اوروبية ابدت اهتمامها باستعارة ماستانتونو، لكن اللاعب بيدرس الموقف في الوقت الحالي. الخيارات المتاحة امام ماستانتونو البقاء في اوروبا زي ما قلت لحضراتكم، عدة اندية مهتمة باللاعب، او العودة الى الارجنتين مرة اخرى. نادي ليفر بليت الارجنتيني الذي تألق معه ماستانتونو قبل الانتقال الى ريال مدريد مهتم باللاعب. رغبة اللاعب تميل بشكل اكبر نحو العودة الى موطنه ريفال بليت، حيث يرى ان هذه الخطوة تساعده على استعادة الاستمرارية والحصول على دقائق لعب اكتر. موقف النادي الارجنتيني مهتم بالفعل باستعادة ماستانتونو على سبيل الاعارة، ويعمل على معرفة امكانية التوصل الى اتفاق مع ريال مدريد. موقف ريال مدريد: يدرس ريال مدريد جميع الخيارات، والقرار النهائي هيكون مرتبط بالخطة الفنية للجهاز الفني تحت قيادة مورينيو. سؤال لحضراتكم في التعليقات: هل الهدف اللي سجله ماستانتونو النهاردة في ليجانيس كافي لإقناع مورينيو بإبقائه في الفريق، ولا الإعارة هي الحل الأفضل لتطويره، خاصة مع وجود بدائل عديدة في مركز ماستانتونو لفرصته صعبة جدا في تشكيلة ريال مدريد؟ الخبر الثالث، مورينيو غير مقتنع بهذا اللاعب. مورينيو حسم موقفه. راؤول اسينسيو خارج حسابات جوزيه مورينيو. صحيفة ماركا الإسبانية كشفت ان المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو غير مقتنع نهائيا بملف ومستوى المدافع الشاب راؤول اسينسيو، ولا يراه الخيار المناسب لطموحات النادي. ايه اللي حصل؟ مورينيو أبلغ إدارة ريال مدريد ان التعاقد مع قلب دفاع هو أولوية قصوى للنادي، وأصر على فتح باب الرحيل أمام أسينسيو لإفساح المجال لصفقة دفاعية جديدة.
اسينسيو متمسك بالبقاء والمنافسة رغم رغبة النادي في رحيله. الوضع الحالي: إدارة النادي تواجه مهمة تسويق اللاعب في الميركاتو الحالي والتحرك بسرعة لتلبية طلبات مورينيو الدفاعية قبل انطلاق الموسم. السؤال لحضراتكم في التعليقات: هل ريال مدريد يجب عليه التخلص من اسينسيو واجراء صفقة دفاعية، ولا اسينسيو يكمل في مدريد؟ اكتبوا لنا آرائكم في التعليقات. وبالمناسبة بنقرأ كل التعليقات. الخبر الرابع: ريال مدريد يحسم موقفه النهائي من بيع فينيسيوس. خبر حاسم: فينيسيوس مش للبيع. شبكة سكاي سبورت العالمية النهاردة أكدت أن ريال مدريد حسم موقفه من مستقبل فينيسيوس جونيور، الإبقاء على اللاعب وعدم الاستماع لأي عروض لبيعه خلال هذا الصيف. طبعا عارفين أن أرسنال بيدرس تقديم عرض رسمي للاعب. اللي حصل: النادي شايف أن فينيسيوس أحد العناصر الأساسية في مشروع الفريق. النادي لا يخطط لفتح باب الرحيل أمام فينيسيوس رغم الشائعات المنتشرة. يوجد تفاؤل داخل إدارة ريال مدريد بشأن التوصل لاتفاق لتجديد عقد فينيسيوس، خاصة مع تدخل جوزيه مورينيو في هذا الملف. الملف لسه مفتوح، مفاوضات التجديد مستمرة ما بين النادي وممثلي اللاعب. هناك حالة من التفاؤل بالوصول لاتفاق يرضي جميع الأطراف. الخلاصة: فينيسيوس هيكمل في مدريد. أرسنال بيحاول محاولات للتعاقد مع اللاعب ولكنها فشلت في الوقت الحالي. اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات. شايفين فينيسيوس هيجدد ولا هيرحل عن مدريد؟ الخبر الخامس: مورينيو يتمسك بلاعب ريال مدريد المنبوذ. السر: مفاجأة، جونزالو جارسيا مهاجم ريال مدريد مطلوب في أحد أندية الدوري الإنجليزي وتحديدا نادي فولهام، ولكن مورينيو رفض رحيل اللاعب ومتمسك به. صحيفة ذا أتليتيك كشفت أن جوزيه مورينيو متمسك بجونزالو جارسيا رغم عروض قوية من الدوري الإنجليزي. ليه مورينيو متمسك بجارسيا؟ أولا، مورينيو عايز مهاجم تقليدي رقم 9 بخلاف كيليان امبابي علشان يكون البديل. 2، الإبقاء على جارسيا هو الخيار الأسهل بدلا من البحث في السوق عن مهاجم. لو رحل جارسيا اندريك هيكون البديل الوحيد لمبابي، ولكن مورينيو متمسك بجارسيا اللي بالمناسبة عايز يثبت نفسه، وجارسيا في الوقت الحالي عامل فورمة روعة الروعة ولعب مباراة كويسة جدا النهاردة وسجل هدف رائع. جارسيا قيمته التسويقية 30 مليون يورو. الموسم الماضي لعب 39 مباراة، سجل 8 أهداف و3 أسيست. سؤال لحضراتكم في التعليقات: هل يقدر جارسيا يقنع مورينيو بالموسم الجديد ولا هنشوف اللاعب هيخرج من مدريد؟ اكتبوا لنا آرائكم. الخبر السادس: حسمت الصفقة أخيرا، رودري إلى ريال مدريد بنسبة 99%. الصحفي الشهير بيبي الفاريز أكد أن وصول رودري إلى ريال مدريد بات شبه محسوم بنسبة 99%، ولم يتبقى سوى خطوات معدودة لإعلان الصفقة. تفاصيل الصفقة بالكامل: المحادثات ما بين الأطراف بلغت مرحلة متقدمة جدا. النادي أتم جزء كبير جدا من الترتيبات والبنود الشخصية والاتفاق مع اللاعب. المرحلة اللي جاية مراجعة الجزئيات الأخيرة وصياغة العقود وإعلان الصفقة. خط وسط ريال مدريد هيكون مرعب جدا الموسم اللي جاي، ورودري هيكون إضافة حقيقية للنادي. قبل ما نختم النهاردة عايز اقول لكم حاجة. النهاردة كان عندنا اخبار كتير جدا. ريال مدريد كسب لجينيس في مباراة ودية. فالفيردي وماستانتونو سجلوا اهداف. مورينيو غير مقتنع باسينسيو وبيطالب برحيله. فينيسيوس مش للبيع والتفاؤل يسيطر على المفاوضات. مورينيو متمسك بجونزالو جارسيا وشايفه البديل المثالي لمبابي. رودري على بعد خطوة واحدة من ريال مدريد. كل ده بيحصل والنادي لسه في بداية التحضيرات. موسم ناري لريال مدريد. تخيلوا معايا،
رودري هيجي الخط الوسط، فينيسيوس هيكمل، ديوميندي تمينا الصفقة، مدافع جديد هيضاف الى تشكيلة ريال مدريد. الموسم اللي جاي هيكون عندنا تشكيلة مرعبة ان شاء الله، تاخد الدوري وتاخد دوري الابطال وتكسر اوروبا. حضراتكم ايه رأيكم في اداء الفريق في مباراة ليجانيس؟ ايه رأيكم في قرار مورينيو بالتخلي عن اسينسيو؟ ايه رأيكم في تمسك مورينيو بجونزالو جارسيا؟ ايه رأيكم في صفقة رودري المنتظرة وكمان صفقة ديوبندي؟ اكتبوا لنا ارائكم في التعليقات وهنقرا كل تعليقاتكم في الحلقة اللي جاية. وفي النهاية اللهم صل وسلم على محمد. في الختام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.